ربنا يكرمنا في حبات الطماطم دي وتكون غالية زي ما كيلو ب 15 جنيه ضرب زي ما بيقولوا. ربنا يكرمنا فين حبات الطماطم وكفينا شر العين عاد. ما الخلاق هنا متى مخلي حد في حاله، وهنا قاعدين بننظف وبنظبط بننظف وضفرينا مقلعة والله. والله ضفرينا مقلعة في نظفتها. لو يعرف وجع الزرع ده الناس تقول تعذرنا. الزرع غالي وزرع مرباي على الغالي. ربنا يكرمنا ان شاء الله. شوية الزبط دي حتى لو اديناها شوية ملح، حتى الملح غالي ما فيه ملح. السلام عليكم. سلام اهلا حج رجال. يا عامل ابو زياد. يا عامل. يا ابو زياد. اوعى بس بالراحة عشان شجر الطماطم يا ما بخوه. تقلقش يا ابوي بعيد. لما انت شايفنا ضفرينا مقلعة فيه. زرعت لك فدان طماطم. والله السنة دي عشان غالي تستغلوا الناس صح والله. والله ولا نشتغل ولا حاجة يعني احنا يمكن ترخص لحديته هناك. كيلو الطماطم بقي ب 15 جنيه. عز الناس مش عارفه تعمليها. والله بيقولوا ب 15. بقي تغلى من التفاح الامريكاني اللي باكلاهم. هرب. طب يعني درك ب 15 هي يا بخوه. هي الناس يعني احنا زارعين بنزرع بس احنا بندي لتجار. ايوه صح. احنا مش بنبيع ب 15. يعني درك لو الناس ما خدتهاش اسبوع الطماطم هتقعد فوق فرصتها تعفن. ايوه صح. وهي الناس يعني لازم تاكل طماطم. لا. طيب يعني 2 كيلو 2 كيلو طماطم يدوك الاسبوع ب 30 جنيه. لو حط عليها 10 جنيه ثاني هيجيب له فرجه بيضه بياضه. ايوه هي البياضه يضرك ب 50 جنيه. يا عم عز درك احنا ما دام بقيت ب 15 المفروض الواحد يجيب نص نص. والله ولا نص ولا ربع يا حاج. يا ابوي طلب البيت الواحد يجيب. يا ابوي صلى على النبي. انا مش اللهم صل زارعها. على النبي. انا مش زارعها هيني آه. وراجل مزارع. طب ايه ما رايك كنت في السوق اول امبارح بقول له يا حج بكام الطماطم بيقول لي ب 15. 15. قلت له والله ما اخذها ولا ادخلها بيتي. ليه اخذها ب 15؟ هي الناس يا راجل افرض انت اخذت اسبوع ما اكلتش طماطم هتموت. خلاص يعني افرض اخذت شهر ما اكلتش طماطم هتقعد وتعفن فوق فصلها. اصبر بس هي قدك شهر ثاني الزرع ده كله ان شاء الله هيجي. ايوه زرع بلدنا كله هيجني صح. ما شاء الله كله هينزل. كله طالع بالمواره. وزرع عسنا هينزل. وزرع عسنه. لا هي الناس احنا بتستغل الظروف يا حاج. احنا فينا حاجه الشعب المصري. آه. الحاجه اللي تغلى بنميل عليها. والله يا شيخ احنا عايزين كل حاجه يعني احنا بنستورد ومش من زرعنا. انت عارف الكيلو الطماطم مش بيجي ب 15. الناس تلقاها بالطوابير على الطماطم. طيب ليه؟ ما احنا اللي جايبين الغلا. المفروض انا معاي غيري ما معهوش. ما مشكله في دي. يعني طيب ليه الناس تقعد نعمل لا مفروض الناس يا حج خلاص انا طماطم ب 15 ما اخذهاش. أيوة عارف صح. لو اسبوع واحد بس الطماطم قعدت هتعفن. لا يعني احنا ما تغلى. لكن اللي معاه فلوس ما هو عيشته اللي معهوش فلوس. المفروض الناس تراعي بعضها. تراعي بعضها صح. المفروض الناس تراعي بعضها. يعني انا ما اخذش وغيري ما بيبص علي يقول لك ب 15 تقيله حرام. لا حرام لا 15. طيب ليه يعني؟ اغلى من التفاح الامريكاني يا راجل. يا راجل طب ما انا اجيب كيلو تفاح لعيال احسن من الطماطم. ده في ناس يا راجل بتبكي بكيه معهاش. يا عمي هو ليه الواحد يعني أنا... المفروض انا ما اكلتش طماطم هموت. ويا عامل يا حاج ترك قرقير بدل في السلطه بدل ما اعملها طماطم. ادعينا ربنا يكرمنا في شويه الزرع ديله. والله يا ربنا يكرمك يا ابو زياد انت راجل صبي. انا عملي حتى نلقى لنا كل ما نحتاج نلقى لنا طبخه من عندك. والله هذا فرينا مقلع وحالنا مقلع وحاله مرض. ما هي كتر والله عارف ومش احنا اللي بناخذ الثمره بتاعته. التجار هي التجار اللي مخرطه الحديث. التجار مخرطه القول. والله المزارع ما بياخذ حاجه. هو المزارع اخر حاجه الغلبان. والله كذا واحد يلقاني يا عم عز يقول لي الطماطم بقيت ب 15 كله بيبكي بكيه يا عم عز. لا والله انا معي زرعياتها ما شاء الله عليه. بس عايز الحق يا عم عز. شهر بس كده وهجني منيهن. عايز الحق. هي برضو خلي بالك يعني لها قيمتها في البيت. يعني لها قيمتها يعني عروسه بترقص. طب ما قيمتها يرمى تفكونا من الكلام الماسخ ده. طب انا راح اشتري لي 2 كيلو امبارح قالوا لي قلبي 30 جنيه. طيب ليه يا اخوي؟ انت عشان معاك وغيره معهوش، ليه ب 30 جنيه؟ ما الواحد يتقي الله يا راجل ويراعي للناس الغيره يعني يبص لغيره، يبص للناس التعبانه. انت يا حج الراجل مالي
طب انت عشان رجل مالي، طب انا رجل غلبان أيوة اروح صح. عندك واجيب ما هي 15. عايز الحق، اللعبه دي اللي ضايع فيها الغلبان. طب ما هو حد غير الغلبان اللي رايح الغلبان اللي بداية. ضايع فيها يا رجل عيب والله يا احنا عم. نقعد قبال فلان وفلتكان، لا الواحد ما وهي مفروض الناس اللي معاها فلوس تراعي برضه شعور الناس الغلابه. ايوه صح. يعني عارف ليه بحبك يا عز انا؟ عشان بنتكلم كلام منطقي. والله يا حج هو كذا الكلام، هو والله كده هو كذا بس يعني. هتقول لمين؟ يلا ربك يصلح الحال ان شاء ربك الله. يصلح الحال. انا والله ادعي لنا بالتسهيل بس ربنا يكرمنا في شويه الخضار. امشي عشان معي مشوار. خلاص ماشي يا حاج، برعايه الله يا حاج. الله. نشوف مع السلامه يا حاج، نشوفك في جنينه الطماطم عشان تعبي حجرك طماطم تاخذ لك حبايه في حجرك. مع السلامه. ماشي يا حج مع السلامه. يا ام سهل، طماطم غالية الأيام دي، جايبة 15 جنيه كيلو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا عامل يا ابو الفطافيط، يا عم الحاج رزاق. كنت عند شركك عز ضلال. والله زارع طماطم زي ما تقول. قلت له الطماطم غاليه. واشتغل يحكيني يقول لي الناس اول من حاجه تغلى بتميل عليها. ايوه. والمهم خدنا لنا حج بتاع ساعه ندردش مع بعضنا. ويا عمي قلت انا اروح اشوف فطوطه. يا ابوي الطماطم غاليه والسلع غاليه. غالية، ما انت اشتريت طماطم؟ انا زي ما تقول وانت امبارح اشتريت لي 2 كيلو ب 30. طب البيت ما انت محتاج. شغال تشتري 2 كيلو ب 30 وانا اكل صلصة. طب هعمل لك ايه انا؟ ما الغلبان اللي ضايع. الغلبان ضايع. الغلبان اللي هات لي ضايع. كيلو طماطم معاك. اجيب لك من وين كيلو طماطم؟ هات لي كيلو طماطم معاك من السوق. شغال اكل في الصلصة لغاية لما معدتي تصلصلت. ما تسلسل معدتك. اعمل لك اياه. طب ايه اعمل لك انا؟ انت شغال تاكل لي صلصه صلصه. طب انت تجي هات لي 2 كيلو معاك يا اخي. ولا اجيب لك خلفتك ونسيتك يا. ما تغلطش، هتقعد طب ليه تغلط. خطوطه انت كده متعصب اول ما بكلمك انا؟ هتقعد تغلط انت. خلي بالك. وانا مش عازل هالغلطات. خلي بالك. شغال تغلط انت. عارف ها انت لك يومين متعصب علي ومديني الوش الوحش. ما انا مش طايقك. مش طايقني ليه؟ كده كلت فدانكم يا. يا عم مزاجي. مزاجي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟